السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفات غزلان ام سلمى. غنقدم معكم ان شاء الله اليوم بسطيله ديال الدجاج. غندير انا ان شاء الله جوج بسطيلات. المهم غنعطيكم القوام ديال بسطيله وحده وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. فهنا انا حيت درت الاقامه قبل عاد. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاج فغنحتاج هنايا واحد المعلقه كبيره ديال البزار، جوج معلقات ديال كبار ديال الكركم الخرقوم عرق، وجوج معلقات ديال السكينجبير والخرقوم الملون. وهنا هاد الاقامه اللي هنايا عندي الاقامه ديال البسطيله وشويه والملحه تقريبا دائما كتبقى على حسب الذوق، يعني ما كنديرش الملحه بزاف على حسب الدويمات فيهم الملحه. فكنحتاج 4 دويمات هنايا وواحد المعلقه صغيره ديال السمن. انا هاد الاقامه هذه اللي هنا غنطيب فيها تقريبا واحد 4 دجاجات ونص، قلت تقريبا 5 دجاجات لانها محيده غير في خضم الدجاجه الاخرى. بالنسبه للربيع غندير واحد تقريبا شويه ديال الربيع ضروري، كزبر معدنوس هنايا. بالنسبه اللي غيدير بسطيله وحده فكيدير غير معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق، ومعلقه كبيره ديال هاد الاقامه ديال الدجاج، وجوج دويمات ولا ضامه وحده الا كان غير دجاجه وحده. فانا غادي ندير كل بسطيله هنا غندير فيها جوج دجاجات، كل بسطيله غندير فيها جوج دجاجات حيت المول اللي عندي ديال 45. على بركه الله نبدا ان شاء الله. فكندير الاقامه كامله كنزيد عليها الماء كيف ما العاده كيف ما اعتديتو. دائما كندير انايا غير الاقامه والماء باش كندخلها في الدجاج وكنخليه يطيب نرقدو مزيان. بحال دابا انايا البسطيله عندي الغد لي عاد غادي نحطها للناس، فكنستعمل هادشي الاقامه وهادشي ديال الدجاج والطياب ديالو كله كنديرو ليله قبل. فكنطيب الدجاج وكنطيب بصله وكنطيب القوام ديالها كامل. الغد لي عاد كنجمعها وكنطيبها يعني باش كنخفف عليا شويه الخدمه. بالنسبه لك كاينه غير بسطيله وحده فممكن ديرها في نهار واحد. بسم الله على بركه الله. فغادي نقطع هاد الدويمات ونخلط الاقامه مزيان هكا، ونخلي الاقامه تدخل مزيان في الدجاج. بالنسبه للدجاج ممكن تاخذوا الدجاج ما تاخذوش الدجاج الصغير، فانا تناخذ دائما الدجاج كيكون كبير بزاف بحال هكا كبير، يعني باش تجيني البسطيله عامره مزيان. ندغمر الدجاج مزيان. غادي نكمل بهذه الكيفيه ليهم كاملين ان شاء الله، وغادي نديرهم في الطنجره ونخليهم تقريبا واحد ساعه المكانه. عاد نشعل عليهم البوطه ونخليهم يطيبوا على خطرهم، يعني يطيب مزيان. الدجاج ديال البسطيله خصو يطيب مزيان مزيان مزيان. صافي هذا هو الطريقه ديال الدجاج الاول. فانا كنطيب الدجاج هو الاول، عاد نحيد الدجاج نديرو نفرتو، عاد كنرمي هذاك لاصوص اللي ديال الدجاج طاب فيه هو اللي كندير فيه البصله وكنخليها طيب على خطرها، وتما كنعسلها وكنصفيها. انتم غتشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. بالنسبه للزيت كنخليه حتى كيتقلل الدجاج مزيان ويتحمر مزيان، يعني كيطيب يدخل لي مزيان الاقامه ديالته كتدخل. عاد كندير الزيت الروميه، ما كنديرش الزيت البلديه، كندير غير الزيت الروميه. هنا من بعد ما درت لهم الاقامه كنخليهم كيف ما قلت لكم واحد الساعه، عاد كنديرهم فوق النار ونخليهم يطيبوا على المهل ديالهم كيف ما قلت لكم. كيف ما المعتادين كنطيبوا الدجاج هو الاول نحيدوه، عاد نديروا البصله ان شاء الله. واللي بغى يقطع الدجاج يقطعوا يديروا طريفات، فانا كنفضل نديرهم هكذا كنهزهم صاينين، يعني كيطيب دغيا ماشي كيطيب مجموع. اللي بغى يقطعوا برك يقطعوا، بغى يخليهم هكذا كيخليهم بحال هكذا كاينين. وهنا من بعد ما الدجاج ديالي بدا كيدخلوا شويه طياب كنزيد الزيت كدير واحد الكميه لا باس بها، تقريبا واحد الكاس كبير ديال الزيت اللي غنديرو. بالنسبه للدجاجه وحده فكدير واحد تقريبا كاس ديال العنبه، كاس تاع العنبه ديال الزيت باش كتجي البسطيله دائما ميدمه وزوينه. عندي وحده ونص. صافي غادي نشلض واحد جوج بصلات غنضيفهم عليهم وغنسدهم نخليهم يطيبوا على خاطرهم. هنا كما قلت لكم كناخذ البصله كندير واحد شويه البصله، ماشي كندير البصله كامله اللي غنخدم بها دابايا، لان بغيت نقول لكم واحد المعلومه. كل بسطيله وحده في الدجاجه كتهز 2 كيلو ونص تاع البصله.
والبسطيله وحده. هنا انا غندير 6 كيلو ديال البصله، لانني غندير واحد البسطيله صغيره معاها. غادي ندير البصله غير باش تنسم ليا الدجاج. منين نحيدو عاد نضيف البصله ونكمل الطياب ديالها، ومن بعد نعسلها كما كتعرفوا. دابا غادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب على خاطر، يعني غادي يطيب مزيان. واخا يتحل لكم الدجاج واخا ماشي مشكل، المهم خليوه يطيب مزيان، على ود ان هادي ماشي غادي نهزو مع الدجاج بوحدو نخليوه صايب، حنا مازال غادي نفرتوه. هذاك الشيء علاش. وهنا في هاد الاثناء فاش درت الدجاج كيطيب كنصاوب اللوز ديالي، كنشدو كنقليه، كناخذ الزيت كنديرها بارده، كندير فيها كنحمي المقله بوحديتها بلا ما نكب فيها الزيت، وعاد كنضيف ليها اللوز باش ما يتحرق لياش. يعني كيبقى كما قلت لكم بالنسبه للوز، فكنبقى دائما كيف ما كنت درت معكم شحال هذه في الكاوكاو بنفس الطريقه. في اللوز فيما كنبغي نقلي اللوز ولا كاوكاو فكندير هذه الطريقه هذه، وكنحيدوه ملي كيولي بحال هكذا صافي تنحيدو، لان هذيك الحموريه غادي ترجع ليه من بعد. كندير شبكه فيها البابي كويسون، ونحاول نهز ونعاود نفس الطريقه حتى نكمل ان شاء الله اللوز، ونتلاقى معكم من بعد. التحمار ديال اللوز كيكون بهذه الطريقه هذه، شفتوا ما كيكونش محروق، يعني ملي كتحيدوه واخا كيبان لك واحد شويه فيه بحال البيضيه شويه، غير كتحطيه كيرجع ليه اللون ديالو بحال هكذايا، كيولي محمر. صافي تنخليه حتى هو تيتطحن وتنعجنو. دابا ان شاء الله نشارك معكم ان شاء الله كل خطوه ان شاء الله باذن الله. وهنا بعد ما حيت الدجاج من لاصوص فغنضيف البصله اللي قطعت. قلت لكم راني درت 6 كيلو ديال البصله اللي درت، لان كل بسطيله وحده الا غديري فيها غير دجاجه وحده راه كديري فيها 2 كيلو ديال البصله. هذه غير البسطيله عاديه صغيره، ماشي ديال 40 ولا ديال 36، اما انا غندير بسطيلات ديال 45 يعني كبار. فدرت 6 كيلو ديال البصله باش يلاه تجيني مزيانه، لان انا غنخرج منها واحد البسطيله صغيره. البصله كيف كتشوفوا كنشلضها بهذا الشكل هذا، غنضيفها على لاصوص وغادي نخليها طيب حتى تسخف مزيان. عاد غادي نضيف ليها السكر، ما غاديش نعسلها دابا غندير لها غير القرفه وغادي نخليها طيب. لاصوص الاول كيكون خاسر وزوين. دابا غادي نعلي النار ونخليها طيب مزيان حتى طيح مزيان. هنا غادي نضيف واحد 2 معلقات ديال القزبر معدنوس، وغادي نضيف بسم الله، وغادي نضيف 2 معلقات كبار ديال القرفه. بسم الله. غنسد عليها وما غاديش نحل ونخليها حتى طيب مزيان، عاد نعسلها ان شاء الله. وهنا في هذا الاثناء كنضيف واحد تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده تكون حيوانيه، وغادي نضيف السكر. والسكر كما كنقول لكم دائما كيبقى على حساب الذوق ديالكم، فكل واحد وكيفاش كيبغي البسطيله. كاين اللي كيبغيها حلوه بزاف، كاين اللي كيبغيها بينو بين، فانا كنخليها بينو بين حسن، لان حتى واحد ما كيستحمل الحلاوه دابا بزاف. غندير القياس اللي غادي يخرجني، وغنخلي البصله ديالي تعسل مزيان. انا كنصفيها واحد شويه، ملي كتعسل كنصفيها واحد شويه، وهذاك الماء اللي صفيتها منه هو اللي كنشدو كنستخدم به من بعد. كنسقي به الدجاج وكنسقي به البسطيله ديالي من الداخل. كتجي البسطيله معلكه من الداخل، وكتجي يعني معلكه بهذا الفوم، ما كتجي معلكه وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هنا غنخلي الطنجره ديالي عريانه بحال هكايا، يعني بحال الغطا. البصله طاحت كلها دابا يا بقات تعلك مزيان تعسل. هنا قبيله راه زدت فيها الزعفران شعره، غير زغيبات هكا ديال الزعفران شعره رميتهم فيها وخليتهم. واحد الرائحه طالعه ما شاء الله. الريحه ديال الزبده كتعطي واحد المذاق رائع فيها وكتخليها لذيذه بزاف. غادي نخليها هكذايا يعني نحيد عليها الغطاء ونخليها تتعسل مزيان. وهذه هي البصله من بعد ما عسلتها مزيان كتصبح على هذا الشكل هذا، يعني شربت مزيان لاصوص ديالها. فغنبدا نضيف البيض بشويه بشويه. كانت عندي واحد الطريقه اخرى كنديرها، فكنطيب البيض بوحدو في المقله
ما كنكس غير كنكسرو وكنرميه على البصله وكنديه وكنجيبو. فكاين اللي ما كيبغيش البيض بزاف، انا درتها عامه يعني درتها بالطريقه التقليديه الاولى اللي كانت من قبل. فغنبدا ندير البيض هنا تقريبا عندي 20 بيضه لانني دايره كونتيتي كثيره. بسم الله، غنبدا نلوح البيض غير بشويه بشويه ونخدم، نبقى نديه ونجيبو بحال هكا ونخدم حتى نشف هاد لاصوص كامل يولي ناشف عندي ويدخل البيض في البصله مزيان. غنبقى بهاد الطريقه، نتمنى ان شاء الله تكون واضحه لكم مزيان. غنبقى بهاد الطريقه هذه حتى نشف قلت لكم البيض مع البصله ان شاء الله. الحشوه ديالنا ها هي، كنبقى نديها ونجيبها مزيان حتى غتنشف، يعني ما تلصقش لينا، ما كتلصقش هانتوما ما تلصقش، ولكن خصها تنشف مزيان. واللي بقى ليا من بعد كنخليها كتسقطر في الشبكه تسقطر مزيان، عاد نخدم بها وتبرد مزيان عاد نخدم بها. دائما تبقاو تحكوا بحال هكا حتى تنشف مزيان. عندنا الحشوه كتكون حلوه بنينه، وهذه هي طريقتي ان شاء الله باذن الله. غادي نتلاقى معكم ان شاء الله غدا باش تشوفوا المرحله ديال الجميع ديال البسطيله. انا كيف ما قلت لكم دابا هذه شوفوا الماء اللي كيخرج، هذاك الماء كله غادي نحاول نشفو وغادي نسقطرو. ملي غتوقف ليا لاصوص توقف مقاده تولي واقفه مزيان، فغنصف نديرها في الشبكه ونخليها كتسقطر ونخليها. اللوز حتى هو تطحن وتقاد. غدا ان شاء الله عاد غادي نعجنو بالماء الزهر والسكر ان شاء الله كلاص. غتبقاو معايا ان شاء الله في جميع المراحل. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. وبالنسبه للوز هنايا انا كنعجنو شويه الماء زهر، اللي بغى يدير الساشي ديال الماء زهر يديرها، فانا كنبغي يكون شويه يجيني شويه فازك. ومازال غادي ندير ليه الزيت ديال البصله اللي كنت صفيت، غادي نزيد نضيفها عليه باش يبقى ديما عندي اللوز يعني كوسيون كيبقى مقرمل. كنضيف قلت الماء زهر، كنزيد عليه واحد 2 معلقات حتى 3 معلقات ديال السكر كلاص، وكندخل فيه مزيان. هاد الحلاوه ديما كيف ما قلت لكم ديما كتحكموا فيها نتوما. فغادي ندخل هاد المكونات هنايا، وغادي نضيف كيف ما قلت لكم الزيت اللي سبق لي وانني صفيتها من البصله. غادي نضيفها ليه باش يبقى عندي ديما ما تجينيش البسطيله ناشفه، تجيني معلكه بهذا الشكل هذا. كندخل ليه السكر كلاص مزيان والماء زهر. رائحه اللوز والماء زهر كتعطي واحد الرائحه غزاله. كما قلت لكم ممكن انكم ديروا الساشي ديال الماء زهر حتى هي. فانا وجدت كلشي دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نكمل معكم الجميع ديال البسطيله. وهنا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. دابا غادي نضيف الزويته اللي قلت لكم ديال البصله صافي. غير هذا الخضر هذا غادي يجي اللوز لداخل معلق. صافي دابا راه كلشي عندي موجود، اللوز موجود والبصله من تصفات حتى هي كتجي بحال هكذا، كتجي معلكه والدجاج حتى هويا. وغادي نبدا ان شاء الله نجمع في البسطيله ديالي. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا هذا هو الدجاج اللي حليته هكا كنايا اللي فرتته. فكنضيف ليه لاصوص اللي كنت ديما قطرت من البصله، كيبقى واحد لاصوص زوين خاتر. هذا لاصوص هذا صفيت منه الزيت باش خدمت به، باش غادي نخدم به دابا الورقه. وهذاك التخا ديالو تحتاني ضفتو على هاد الدجاج باش يجي معلك مزيان من الداخل. ان شاء الله نبداو على بركه الله. بسم الله توكلنا على الله. كناخذ الورقه. انا الورقه كندير ديال البخار، هانتوما كيفاش
ناشفه كنخليها بحال هكذايا. يعني حتى كندير هنا عاد كندهن، يعني كندير في اللاطه كنبدا ندهن. بسم الله. كندهن المول مزيان من الجناب ومن كل شيء. انا غندير الطيه القديمه اللي كنا نديرو بزاف، ديما الوجه الحاج كيكون الفوق والملس كيكون لتحت. بسم الله. كندير واحد شويه لتحت لداخل هنا، كندخل غير شويه ماشي بزاف، وغادا كنخالف. انا عندي بسطيله كبيره فكنبقى غادا كنخالف، و ميم طون كندهن هاد الورقه هذه اللي دخلت هنا. الورقه الاخرى مازال غادي ندهنها ملي غادي نطوي. نتوما غتبعوا معايا المرحلات كاملين ان شاء الله باذن الله. نتمنى تكون واضحه لكم الفكره. انا خدامه وكندهن. هاد هنا زعفران. بالنسبه للبصله راني درت فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده الروميه، يعني تكون ديال هذيك الزبده هي اللي كتعلكها مزيان. ودرت فيها ساشي ديال الزهر صافي. كندير هكا وكنضيف وحده الوسط القاعده. بسم الله. كتجي بحال هكايا كندهن مزيان. هذه الزيت ديال البصله اللي قلت لكم، والزيت ديال القليان ديال اللوز اللي قليت بها اللوز حتى هي كنصفيها وكنخدم بها. فالقاعده الاولى اللي كنبدا بها انايا هي البصله. بسم الله. بصله هنا معسله. غادي نحاول نثبتها مزيان. عاد نزيد الجناب، دائما عمروا الجناب هما الاولين مزيان، حيت الوديه كتكون ديما في الجناب. بحال هكا. كاين اللي كيدير البصله بحال هكذايا وكيدير فوق منها الدجاج وكيدير فوق منها سميتو اللوز. انا لا، انا كندير دائما الطريقه الاولى اللي كانت كندير واحد الورقه الوسط مزيان كندهنها بحال هكا وكندهنها بهكا هذا الشكل. انا كنطيبها في الفرن اللي كيكون سخون في الاول وكنقص عليها مزيان وكنخلي هاد الورقه اللي لداخل كتجيني مقرمشه. هاد الورقه اللي عندي لداخل كتكون مقرمشه. غادي ندير ان شاء الله الدجاج. انتما شوفوا الدجاج كي كيبان معلك بهذيك لاصوص اللي درت ديال البصله. فوالا نحاول نعمرها مزيان تبارك الله. كاين الخير ندير جوج بسطيلات يكونوا عامرين. بحال هكا هي عامره مزيان. ونبرك عليها واحد شويه بحال هكا. فين غندير مازال اللوز. بحال هكايا. لاصوص مازال هو عندي، غادي نخليه تنكمل به. وهنا غنضيف عاوتاني واحد الوريقه بحال هكا. وعاد غادي نضيف اللوز اللي درت. بسم الله. اللوز تكون كميه ان شاء الله تكون حتى هي. بسم الله اللهم يسر. نبدا بالجناب دائما هما الاولين. عاد نعمر الوسط بهذا الشكل هذا.
وتحاولوا دائما تخليو البسطيله الثانيه اللي عندكم، ديما تخدموا بعينكم ميزانكم، وتخليو دائما البسطيله الاخرى. هنا كتجي البسطيله عامره وكتجي زوينه متوله. صافي غنبدا نجمع الورقه ديالي. وهنا عندي هاد العسيله حره غادي نديرها فوق من اللوز، يعني كتجي واحد البسطيله كتجي غزاله ومذاق راقي فيها على هذا الشكل. هاد الطريقه هذه يعني محبذه، اللي بغى يديرها يديرها. انا كنديرها فكتعطي واحد التعليكه خاصه، 2 معلقات اللي كندير ديال العسل كتعطي واحد التعليكه اش نقول لكم ولا اروع. غير جربوها الطريقه غتعجبكم بزاف بزاف. صافي ونبدا نجمع بهذه الطريقه هذه، وانا كنجمع وكندهن. انا ما كنديرش البيض دابا، البيض ما كنديرو حتى كنبغي نسدها من الفوق. نتوما غتبعوا معايا ان شاء الله كلشي. ضروري الورقه كلها ما خصها تكون يعني معامره بالزيت. ديروا غير الزيت، انا كندير غير الزيت، فالزيت كيخليها تجي مقرمشه مزيان من الداخل ومن البرا. البوطه تكون دائما مهيله، والبسطيله ديالكم ما تحشمكمش ان شاء الله قدام الحباب ديالكم والصحاب ديالكم. بهذا الشكل هذا. وهذا الزائد اللي بقى ليا فكنحاول نخرج هاد الجنيبات مزيان وكنجمع كما معتاد عند جميع النساء تبارك الله. رحنا المغربيات راه ما شاء الله في الطياب وما شاء الله في كل شيء، يعني اي بيت كتدخل له كتلقى فيه ما شاء الله الخير ديال الطياب. كنجمع بهذا الشكل هذا. نحاول مازال غادي ندهن هذا الوجه كامل، غادي ندهنو انايا ان شاء الله بالبيض، الصفر تاع البيض. فوالا. وديما يديا دهونه بالزيت. البسطيله دائما في الطياب كتكون مسدوده، لا عفوا ما نقول مسدوده، شاعل عليها دائما كتكون الفرن كيكون مجهد، كيكون سخون. كندخلها كنقص عليها مزيان، كنخلي غير التحتاني اللي شاعل، وكنخلي البسطيله ديالي كطيب على خاطرها. دابا غادي نجيب الصفار ديال البيض وغادي ندهن به هذا الوجه هذا باش نثبت عليه الورقات الاخرين اللي بقاو عندي. كندهن هاد الورقات مزيان. هادو هما الورقات، يعني 3 الورقات غنديرهم من الفوق. بسم الله. دائما الملس كيكون الفوق والحرش كيكون لتحت. غادي ندير بحال هكا ونشيط شويه من الداخل باش دابا هاد الورقه ملي كندير لها بهاد الطريقه كتلصق، يعني كتلصق ديفينيتيفون، ما كتحيدش وما كتعاودش تحل لكم، كيتلاصقه بالبيض. فوالا. هذا بحال هكا، وانا التحتاني كنلمط وكنسد. دابا هاد البسطيله دابا عندي تسدات 100%. شوف الورقه كتحكموا فيها كيف ما بغيتو، ديال البخار كتكون احسن من ديال الزيت. كتكون عندنا بحال واحد التقويسه زوينه هنا في الوسط. هنا دابا الورقات اللي درت بجوج، شفتوا الورقات اللي درت بجوج فيهم غير الزيت، غادي نعاود فوق منهم البيض باش تلصق ليا هاد الورقه هذه اللي غندير الاخرى، حيت انا بغيت البسطيله تبقى عندي ثابته، ما تهزش ليا وما تنفخش ليا الورقه ديالها. فوالا. ها هي كاع البلاصه اللي درت فيها البيض غادي نزيدها لها بهذه الطريقه هذه، وغادي ندهن كما قلت لكم بالزيت. الزيت فيه واحد الرائحه ديال الزعفران الحر
طالعه والزهر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا هو الشكل ديال البسطيله ديالتنا ملي ندخلوها ان شاء الله الفرن. زين ان شاء الله تنخرجها ونزينها معكم. ندوز ان شاء الله باش نكمل البسطيله الثانيه. واحد المعلومه هنايا، فكنتكوها شويه بالكوردون بهذا الشكل هذا وكنخليوها. نتلاقى ان شاء الله معكم في الاشكال النهائيه ديال البسطيله ديالي، والسلام عليكم. سلمى. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله، كتجي كبيره. انا التبصيل اللي بغيت ندير فيه ديال 40 ولكن ما قدنيش، فدرتو في هذا المول هذا. المهم ها نتوما كتجي زواق تقريبا، زوقوا نتوما بالطريقه اللي حبيتو. زوقتها بهاد البريوات، هادو تما بريوات تاع اللوز وشويه ديال السمان، وزيدوا مازال الورد وزيدوا شحال من حاجه. المهم نتمنى ان شاء الله هادشي ينال الاعجاب ديالكم وكل واحد يزوق بطريقته. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. دعموني بلي لايك وبلي بارطاج، وما تنساوش تابوناو دائما وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد من قناه وصفات غزلان سلمى. شكرا لكم بزاف بزاف والسلام عليكم.